أهلا وسهلا بكم متابعينا المشتركين الأعزاء. اليوم سنتكلم نحن وإياكم عن أهم التسريبات والتوقعات للحلقة القادمة، الحلقة 24 من مسلسل دروب المرجلة، وملخص سريع لأحداث الحلقة 23 حلقة الليلة. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شهدت الحلقة الماضية أحداثا قوية ومليئة بالتوتر. بدأت الحلقة عندما قام الشيخ صقر بتوبيخ مقناص أمام أفراد القبيلة بسبب مراقبته للمساعد. بعد ذلك طرح شاهين فكرة زواج مقناص من زوينة وأن يتم حفل الزواج في المنتجع، لكن زوينة وضعت شرطا واضحا للموافقة على الزواج أن يتم القبض على فزاع أولا. في جهة أخرى فزاع يعاقب مساعد بعد أن اكتشف سرقته للمال وكان يفكر بالتخلص منه، لكن فجأة تلقى اتصالا من شاهين يطلب منه الحضور إلى القبيلة ويخبره أيضا أنهم قبضوا على أحد جواسيس فزاع. عندها أدرك فزاع أن الأمور بدأت تنكشف، وعرف كذلك أن ماريا ما زالت على قيد الحياة ولم يتم التخلص منها. بعد ذلك يغير فزاع موقفه ويقوم بفك أسر مساعد ويطلب منه العودة إلى القبيلة والتجسس له، وأن يخبره بكل تحركات الشيخ صقر وشاهين ومهاوش ومقناص، كما يطلب منه التخلص من ماريا ويخبره أيضا بمكان إخفاء الشيخ صقر لمعدات مصنع الممنوعات. وفي نفس الوقت تم التصالح بين الشيخ صقر ومقناص داخل القبيلة. تم الصلح أمام مبروك وجرمل وعايش، فطلبوا من لطف أن يساعدهم في الإمساك بقمر مقابل إعطاء بعض الممنوعات. لاحقا يقرر الشيخ صقر وشاهين ورشة الذهاب إلى المدينة ويأخذون معهم سدرة للعلاج. بعدها يتصل لطف بأخته زهراء ويكذب عليها بأمر من مبروك ويطلب منها أن تنتظر مع قمر وجراح في بداية طريق الصحراء. وبينما هم هناك يظهر فزاع فجأة بعد أن أخبره مبروك بالمكان ويقوم بخطفهم، وتنتهي الحلقة عند هذه اللحظات. الآن مباشرة إلى توقعات الحلقة القادمة، الحلقة 24 من المسلسل. من المتوقع أن نشاهد شاهين ورشة في طريقهم إلى المدينة، يمرون بالمكان الذي يوجد فيه فزاع ورجاله وهم يخطفون قمر وجراح، وقد يتم إنقاذهم ويتم إبلاغ رجال الأمن. وفي نفس الوقت من المحتمل أن يبدأ مساعد بتنفيذ خطته للتخلص من ماريا، كما سيقوم بإبلاغ فزاع بتحركات شاهين ورشة وذهابهم إلى المدينة. باختصار يبدو أن الحلقة القادمة ستكون مليئة بالأحداث القوية والمفاجآت، لكن تبقى هذه مجرد توقعات قد تصيب وقد تخطئ. لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.